الموسم لسه ما بدأش، بس ريكو شايف النهاية من دلوقتي. يا إما هيبهرنا يا إما هيبقى ميم الموسم. موسم جديد بيبدأ بنفس الجدل: مين هيكسب الدوري ومين هينافس؟ الإعلام والجماهير عندهم آراء وتحليلات، بس أنا قلت نشوف رأي أكتر حد فاكر إنه محايد. جاهز يا عم ريكو ولا لسه بتعمل تحديث البيانات؟ جاري تحميل التوقعات. تحذير: لو عندك فريق مفضل خليه بعيد عن مشاعرك دلوقتي. هنبدأ بالدوري الفرنسي. الدوري الفرنسي السنة دي أقرب للإيزي مود. باريس سان جيرمان بعد ما خد دوري الأبطال هيلعب كأنه مش محتاج يسخن. إنريكي ثبت السيستم والسكواد بقى متبرمج على الفوز. مفيش نقاش، أقرب لقب مضمون في الخمس دوريات هو ده. بدأت بالسهل أنت الصراحة، بس مفيش اختلاف في دي. ولو حصل اي حاجة تانية غير كده هتبقى معجزة مش بس مفاجأة. ادخل على اللي بعده. البوندز ليجا. بايرن ميونخ رجع السوق بقوة. صفقة لويس دياز من ليفربول ومعها تدعيمات في الدفاع والوسط. أما ليفركوزن فرط في مدربه وأكتر من عنصر أساسي، وممكن دورتموند تنافس من بعيد، ولكن الماكينات في ميونخ اشتغلت من تاني، والداتا كلها بتقول بايرن هو بطل الدوري الألماني. طب ما ده برضه منطقي جدا. طب ما تدخل لي على الدوري الايطالي كده علشان مش باين له ملامح. الدوري الإيطالي السنة دي مليان تغييرات، مدربين جداد وصفقات كتير. بس بعد ما راجعت كل حاجة، الفريق الوحيد اللي واضح إنه راجع ينافس على السكوديتو هو يوفنتوس. مع تيدور بيلعبوا بهدوء ومنظمين وبيتحركوا بثقة، ولو كملوا بنفس الأسلوب الدوري راجع للسيدة العجوز من تاني. ممكن، ليه لا؟ توقع مش غريب، بس خلينا متفقين ان الدوري الايطالي الموسم الجاي صعب التوقعات الصراحة. ادخل على اللي بعده. الدوري الأسباني. برشلونة عنده كل عوامل الاستمرار، بس أحيانا الفريق اللي بيخسر هو اللي بيرجع أقوى. ريال مدريد خرج الموسم اللي فات من الباب الضيق، غير أنشيلوتي وجاب تشافي ألونسو عشان يبدأ مرحلة جديدة. أنا شايف الدوافع عند الريال أعلى، والداتا بتقول إن الدوري في البرنابيو. يبقى قابل انت بقى كومنتات الكامب يا خفيف. ادخل على اللي بعده. وأخيرا البريمير ليج. ليفربول حامل اللقب وصعب يفرط فيه بعد التدعيمات اللي عملها ولسه هيعملها، وسلوت ماشي خطة محسوبة. أما أرسنال، أرتيتا جاب كل اللي محتاجه، بس الضغط عنده أعلى من سقف الطموح، والمشروع دلوقتي محتاج بطولة مش شوية طوب. تشيلسي عاملين شوبينج تقيل، وماريسكا بدأ يفهم اللعبة، بس لسه الفرقة محتاجة تتعلم يعني إيه سباق دوري. وأخيرا السيتي، فجوارديولا بيحضر لآخر فصل في الرواية، الفصل اللي هيتكتب وكل سطر فيه محسوب. توقعي السيتي اللي هيخطفوا الدوري من ليفربول. السيتي؟ تغفلنا يا عم ريكو. ما نشوف توقعاتك دي هتودينا لفين في الاخر. طب شوف لنا عندك الداتا بتقول ايه على بطل الشامبيونز ليج. شامبيونز ليج. مم. بعد ما حللت 4 مليون سيناريو، الداتا بتقترح اسم ممكن يفاجئ ناس كتير، والنموذج الأقرب للبطولة ليفربول. ما بين توازن التشكيلة وذكاء سلوت التكتيكي، هما الحصان الأحمر في السباق. قولوا للداتا you will never walk alone. انت كده بتراضيهم يعني علشان خدت منهم الدوري؟ اما نشوف اخرتها معاك ايه. دي كانت ترشيحات ريكو.
احب جدا اعرف ترشيحاتكم في الكومنتات، ووعد مني اللي ترشيحاته كلها هتطلع صح الموسم الجاي هاخد رايه بدل ريكو. استنونا الحلقات الجايه، احنا لسه بنسخن. سلام.